السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو بتدوري على أكلة تلم العيلة كلها على سفرة واحدة يبقى لازم تجربي المكرونة بالبشاميل، الأكلة اللي ما يختلفش عليها اتنين، بطبقات غنية وطعم لذيذ. ووصفة النهاردة هنعملها مع بعض. نحط مادة دهنية على النار، معلقتين سمنة، معلقة سمنة، شوية زيت، معلقة زبدة اللي يريحك واللي بتحبيه، وهننزل عليها ببصلية كبيرة أو بصلتين وسط، وبعد كده ننزلوا عليها اللحمة نعصجها حلو ما يكونش فيها اي تكتلات. نضغط عليها كده ونقلبها حلو. بعد كده ننزل عليها بالبهارات زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، بهارات اللحمة والسبع بهارات والفلفل والكمون والشطة والملح، كل حاجة قدامكم يا حبايبي. واللي وصل معايا للخطوة دي يا ريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد، وكمان يكتب لي تعليق حلو من قلبكم كده، واهم حاجة اللايك يا حبايبي. نقلب بقى كل ده مع بعضه، وننزل بقى بقرنين فلفل مخرطينهم. نقلب بقى كل ده مع بعضه، هنيجي حاطين لها برده معلقتين صلصة. الصلصة دي انا مفرزاها في الفريزر، ونحط لها نص كوباية مية علشان تطيب. زي ما انتم شايفين اهو، هنكون حاطين على النار حلة فيها مية تكون بتغلي، وهنحط لها نص معلقة ملح، وننزله بكيس واحد 500 جرام من المكرونة، ونسيبها تغلي مع بعضها كده تتسلق. نجهز بقى الصوص بتاع المكرونة البشاميل الخطير، اللي الصوص بيبقى كريمي ناعم كده وبطعمه متميز وبيضيف له قوام ناعم كده. تعالوا ما نجربوه نتعلموه خطوة بخطوة من غير اي تكتلات، ويكون القوام مظبوط. هنضيف 4 معالق سمنة على النار، عليهم 4 معالق دقيق هرميين يكونوا كتار، يعني المعلقة مليانة هرمية كبيرة. ال4 سمنة عليهم 4 معالق كبار من الدقيق. نقلب بقى كل ده مع بعض ويكون الصوص اصفر. هنضيف عليه اللبن تدريجيا ونقلب. ما تخافيش من اي حاجة، مش هيتكتل معاكي ولا اي حاجة، اهم حاجة يبقى ايديكي فيه تقلبيه. انا ضايفة 1.5 لتر من اللبن علشان انا بحب الصوص بتاع المكرونة يكون كتير. وكمان ضفت عليه معلقتين من جبنة الكريمي زي ما انت شايفة كده. حابة تحطي موزاريلا حطي، عايزة تحطي جبنة مثلثات اللي يريحك اللي انت حباه حطيه. نقلب بقى كل ده مع بعضه كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. نقلبه حلو عشان الصوص يبقى حلو ويبقى ناعم. نحط له بقى معلقة صغيرة ملح مع معلقة صغيرة فلفل، ولو استحب يكون فلفل ابيض هيكون احلى ما يبانش في الصوص. وهنحط لها رشة جوز الطيب، ونقلب بقى كل ده مع بعضه علشان يبقى الصوص كريمي ناعم كده. نقلب حلو عشان ما يكونش فيه اي تكتلات ولا فيه اي حاجة. اهو زي ما انتم شايفين كده نازل من المعلقة صوص ناعم كريمي اهو يا حبايبي، كل حاجة قدامكم. الصوص كده خلاص جهز، والمكرونة كمان اتسلقت وجهزت، والتعصيجة اللحمة كمان جاهزة. تعالوا بقى اما نطبقه كل ده مع بعضه. هنحط صينية ونحط في القاع كده صوص من البشاميل، وهنضيف المكرونة على البشاميل كلها، نمزجها كلها ببعضها كده، نقلب كله في بعضه كده. بس احنا كنا سايبين شوية من الصوص عشان نحطها على وش الصينية. هنحط بقى اول طبقة نفردها حلو، وبعد كده نحط عليها اللحمة زي ما انتم شايفين كده. كتري بقى ما تستخسريش لحمة عشان يبقى طعمها حلو. نقلب بقى ونفردها حلو. هنضيفه عليها بقية المكرونة اهو يا حبايبي، كلها صوص بشاميل اهو. تعالوا بقى نجهزوا البيضة كده نربوها علشان نضيفوها على الصوص البشاميل. هنجيبوا بيضاية ونرش عليها رشة ملح ورشة فلفل، ونربها كده علشان ما يكونش فيها اي تكتلات، تبقى سايلة حلوة. ونضيف لها كمان معلقتين 3 من اللبن علشان تبقى سايلة، وهنضيف عليها الباقي من البشاميل. نقلب بقى كل ده مع بعضه علشان نفرده على وش الصينية، بيدي للصينية مذاق تاني، وبيكون الشكل جمالي والشكل حلو، ما بياخدش تحمير كتير. زي ما انتم شايفين، عايزين تضيفوا جبنة موزاريلا براحتكم، عايزين تسيبوها زي ما انا سبتها كده وضفت عليها معلقتين من القشطة
بتبقى طعمها في حتة تانية خالص، بتبقى غنية بالدسامة وطعمها حلو، والقشطة بتديلها تست تاني خالص. جربوه مش هتندموا، قولولي في التعليقات لو انتوا جربتوها زي ما انا قلت لكم كده. جربوها وقولولي في التعليقات. هنكون احنا مولعين الفرن على 180 ونحطها في الرف الوسطاني عما تطيب، وبعد كده نرفعها فوق على الشبكة تاخد اللون الجمالي اللي قدام حضراتكم ده، ولا شكل جميل وشكل روعة. وكمان الصينية تحفة وطعمها حلو وكلها صوص البشاميل. نقطعها بقى، انا قطعتها بعد ما طلعت من الفرن على طول. انا بحبها كده، الصوص بتاعها يكون سايل كده وحلوة يعني سايبة من بعضها كده، ما تكونش خرطة بخرطتها. اهي يا حبايبي بعد ما انا خرطتها وقطعتها مفلفلة وما فيهاش اي حاجة، والصوص بتاعها كتير وطعمها حلو ولذيذ. جربوها زي ما انا قلت لكم، واكتبوا لي في التعليقات لو جربتوها. شوفوا مفلفلة وصوصها كتير وطعمها جميل، والحتة القشطة اللي اتحطت على الوش دي مديالها طعم تاني خالص. بعد ما بردت بقى ربع ساعة او يعني ما كملش ربع ساعة، قطعتها لكم علشان لو انتوا حبيتوا تعملوها في عزايم او في مناسبة تبقى طعمها ولا اروع وشكلها جميل، وكمان تقدموها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وبألف هنا وشفا يا حبايبي.